أيها الحفظ الكريم، بعد لحظات نبقى مع عرض كيمياء. تفضل. إنها طيبة الطيبة، إنها طعمة، منبع الإسلام ومهبط الوحي وأرض الهجرة. ثراها قبل خطواته صلى الله عليه وسلم، ورباها عانق خير جيل مشى على أرض الله تعالى، فكانت مثوى ومأوى لكل من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يجد مكانا آمنا يتعبد الله تعالى فيه. تحن قلوب المؤمنين لزيارتها وتهفو الأفئدة لرؤيتها لما لها من الفضائل الكريمة. فقد روي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت فيها. ولما كان هناك ارتباط بين هذه المدينة الطيبة والحديث الشريف، فما شاع نور الحديث النبوي إلا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمله الصحابة رضوان الله عليهم في قلوبهم، ووعوه وقاموا بتبليغه في كثير من بقاع الأرض، وحمل هذا العلم من طلابهم، فرحل الناس من بلاد شتى إلى المدينة لأخذ الحديث من محدثي المدينة أمثال الزهري وإمام دار الهجرة. ومن هذا المنطلق وتتمة لحمل هذه الرسالة، فقد كانت المدينة المنورة في عام 81 و300 وألف للهجرة أمام حدث تاريخي أصبح علامة في تاريخ المدينة المنورة، وذلك عندما قام الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله بتأسيس الجامعة الإسلامية، لتصبح منبر من منابر العلم ومحضنا لكثير من العلماء والدعاة الذين أصبحوا منارات للإسلام في أرجاء العالم. ولأن السنة النبوية المطهرة تمثل المصدر الثاني للإسلام، سارعت الجامعة الإسلامية إلى افتتاح كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية، فكانت أحد الصروح العلمية المتخصصة الفريدة على مستوى العالم الإسلامي، التي تهدف إلى العناية بالسنة النبوية وخدمتها والمحافظة عليها والذب عنها، وتأهيل المتخصصين المتمكنين من علومها وسائر العلوم التي تساعدهم على ذلك. ومن المقررات التي تدرس في الكلية التخريج، الوضع والوضاعون، الجرح والتعديل، رواة الحديث، مكانة السنة النبوية، مصطلح الحديث، تدوين السنة، كتب السنة. وتم إنشاء الكلية في عام 96 و300 وألف للهجرة، وكان عدد طلابها آنذاك 69 طالبا ينتمون إلى 28 قطرا من أقطار العالم، وما زال العدد يتزايد عاما بعد عام، خاصة في عهد معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن علي العقلة، فبلغ العدد أكثر من 1000 طالب في جميع البرامج،
البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. ينتمون إلى أكثر من 100 قطر من جميع قارات العالم. تقدم لهم الجامعة كل ما يحتاجونه من الرعاية والعناية. رسالة الكلية: تقديم تعليم متميز في السنة وعلومها، والعناية بالبحث العلمي، وخدمة المجتمع المحلي والعالمي، وتأهيل مختصين متمكنين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة الفاعلة في نشر السنة والذب عنها. رسالة برنامج البكالوريوس: تأهيل مختصين ذوي كفاءة جامعية متميزة من مختلف أنحاء العالم في السنة وعلومها للمشاركة الفاعلة في العناية بها وخدمة المجتمع المحلي والعالمي. أهداف الكلية: تهدف الكلية إلى العناية بالسنة النبوية وخدمتها والمحافظة عليها والذب عنها، وتأهيل المتخصصين المتمكنين من علومها مع الإلمام بالعلوم التي تساعدهم على ذلك. الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية: درجة البكالوريوس في الحديث وعلومه، درجة الماجستير في فقه السنة، درجة الماجستير في علوم الحديث، درجة الدكتوراه في فقه السنة، درجة الدكتوراه في علوم الحديث. ونظرا لكثرة الإقبال على الكلية، فقد تم افتتاح برنامج موازن أيضا يقدم درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في القسمين أيضا. وتقوم الكلية بجهود مباركة لخدمة السنة النبوية من خلال عدد من المشاريع العلمية التي تم إنجازها ونشرها، وما زالت الجهود مبذولة لتحقيق رسالة الكلية والأهداف التي أنشئت من أجلها. لوحة الشرف بعمداء الكلية: تشرفت الكلية بمجموعة رائدة من العلماء تعاقبوا على عمادتها، وهم الشيخ محمد أمان الجهمي، والدكتور مرزوق بن هياس الزهراني، والدكتور عوض بن أحمد الشهري، والدكتور سليمان بن علي السعود، والدكتور عبد الله بن مساعد الزهراني، والدكتور نبل بن رشيد الرفيعي، والأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله الأعظمي، والأستاذ الدكتور إبراهيم بن علي العبيد، والدكتور حسين بن شريف العبدي. هذه الكلية تحوي بين غياباتها طلابا من جنسيات متعددة تزيد على 100 جنسية. هؤلاء الطلاب على اختلاف ثقافاتهم ولغاتهم وبلدانهم يحتاجون إلى العناية والرعاية، ومن ذلك الأنشطة المتنوعة التي تقدم لهم بصقل مواهبهم واكتشافها. ولعل من أبرز هذه الأنشطة التي تنفذها كلية الحديث وهي سباقة إليها أنها تقيم بعض الدورات للطلاب، ومن ذلك دورة تعليم اللغة الإنجليزية، حيث يقوم بعض طلاب الكلية بإلقاء هذه الدورة ويشترك فيها عدد من الطلاب بتعليمهم بعض المبادئ الأساسية للغة الإنجليزية. والأنشطة الكثيرة الأخرى كذلك من الرحلات ورحلات العمرة والرحلات الخارجية والداخلية، وهي كبيرة جدا، ولكن تشاركون فيها أيضا الكليات الأخرى. كل هذا لا شك أنه جهود مباركة تقوم بها هذه الكلية المباركة بكافة مسؤوليها والقائمين عليها، وهذا كله بتوجيه ورعاية من معالي وزير الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن علي العقلة، الذي لا يغفل جدا في التوجيه والدعم لهذه الكلية والكليات الأخرى ولمناشئ الجامعة الأخرى. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه الجهود وأن يبارك
النبي صلى الله عليه وسلم تصور هذا أنه دخل على شاب وهو في سكرات الموت فقال له كيف تجد؟ فماذا قال هذا الشاب؟ انظروا إلى فقه هذا الشاب، ما قال والله إني أجد الحمى قد اشتدت بي وأجد الصداع قد شقق راسي وأجد. وفي الختام نشكر الله تعالى أولا وآخرا، ثم الشكر موصول لكل من ساهم في دعم هذا الصرح العلمي المميز، وعلى رأسهم حكومة هذه البلاد المباركة التي لا تألو جهدا في خدمة العلم وأهله. والشكر موصول لمعالي مدير الجامعة على اهتمامه ورعايته للكلية ومنسوبيها. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والعون والسداد، وأن يبارك في الجهود. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. من الشعراء وهم عيسى زيادو وتميم حافظ، والشاعر المبدع أيضا نثرا وشعرا الأخ حذيفة إبراهيم وهو الذي جاءنا ضيفا، ومعه مقدمه الأخ حمزة. فيتقدم الأستاذ العميد يقدم لهم هدايا. تفضلوا يا أخوان، هدايا شباب. عطش. أيوة. كل واحد حقيقة. شنط حقائق. ثابت. كمان لكم جميعا. أنه إيش؟ لا هو جاي للمقابلة، نعرف أنه جاء ضيفا لأنه إن شاء الله يكون من مسؤولي الكلية ومن طلابها إن شاء الله. إذا تريد كلية أخرى نحن نأخذ شغل. أيها الحفل الكريم، إلى هنا ترسو سفينة حفلنا المبارك بعد رحلة ماتعة قضينا فيها أطيب الأوقات وأنفس اللحظات. اجتمعنا من قبائل شتى وأجناس متعددة وعشنا حياة أخوية كريمة عز علينا فيها انفراطا، ولو نعطى الخيار لافترقنا ولكن لا خيار مع الليالي. أجيراننا ما أوحش الدار بعدكم إذا غبتم عنها ونحن الحضور. مشايخنا الكرام، لعل بعضنا سيواصل سيره في برنامج الدراسات الدنيا، والبعض يرجع إلى بلده، ولعل بعضنا لا يتيسر له اللقاء بكم بعد هذا اليوم. فأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني نتقدم بكل معاني الاعتذار لما بلغ منا إليكم، فأنتم أهل العفو والصفح في هذه المرحلة الجامعية. ونقول لإخواني نسامح كل واحد منا أخاه وليعفو عنه كل تقصير بدر منه إلى زملائه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام.